السلام عليكم، رمضان كريم، عواشر مبروكة، الله يدخلوا علينا بالصحة والعافية إن شاء الله يا ربي. بالنسبة لشهر رمضان ربي فرض علينا فيه الصيام لغاية تعبدية لله عز وجل، ولكن كيبقى عنده واحد المنافع عدة على صحة الإنسان عامة، على الجسم بصفة عامة وعلى الجهاز الهضمي بصفة خاصة. بالنسبة لشهر رمضان الصيام كيشكل واحد الراحة لجميع الأعضاء، ملي كنتوقفوا على الاستهلاك ديال الطاقة، الاستهلاك ديال الأكل، الاستهلاك ديال الماء، كيكون واحد الراحه للجسم بصفه عامه. هنا الجسم كيضطر يستعمل المخزون ديالو اللي مخزنه من الطاقه واللي كيكون على شكل دهنيات. وهنا الناس اللي عندهم زياده الوزن ولا كيعانيوا من السمنه عندهم واحد الفرصه كبيره انهم يتخلصوا من هذه زياده الوزن. كذلك الكبد كيدخل في راحه تامه، هو دور اساسي ديالو في ازاله السميه، لا ديتوكسيفيكاسيون. دونك هنا كيتفرغ ليله والجسم كيقدر يتخلص من السموم تقريبا كامله في هذا الشهر الكريم. وكذلك يقوم الجسم بتجديد خلايا الجسم بصفه عامه، خلايا الجهاز الهضمي، واهم حاجه خلايا الجهاز المناعتي. دونك هادو الفوائد الصحيه ديال صيام شهر رمضان. بالنسبه لشهر رمضان الكريم كنلاحظوا واحد الاقبال كبير لزياره الطبيب العام ولا طبيب الجهاز الهضمي لاسباب ومشاكل في هذا العمل ديال الجهاز الهضمي. شنو كيوقع ان الانسان كيكون صايم نهار كامل ولايام مستمره، كل يوم كيصبح صايم، يعني واحد التغير مفاجئ في نمط العيش، كذلك في طريقه النوم. نمط النوم حتى هو كيتبدل، كيكون السهر كثار، كيكون النوم اقل. وهذا التغيير المفاجئ وكذلك كتغير النوعيه ديال الاكل اللي كنكونوا كناكلوا. يعني 3 الوجبات متنوعه، كنصبحوا كناكلوا تقريبا وجبه واحده اللي هي وجبه الافطار، وكنعملوا فيها كل شيء في مره واحده. دونك هادو هما الاسباب اللي كيعطيونا مثلا عسر الهضم، كيعطينا الامساك، كيعطينا الانتفاخات، كيعطينا لو غوفلو ارتجاع المريء، كيعطي بعض المرات دي فوميسمون تقيؤ. هادو هما الاسباب. طيب باش نتفاداو هاد المشاكل وباش يكون الصيام ديالنا طريقه صحيه ونستافدوا من الفوائد اللي ذكرناها في الاول، يعني الانسان خصو في ساعه الافطار يتمالك نفسه شويه ويفطر بطريقه صحيه، يفطر شويه بشويه، ما تكونش وجبه الافطار كبيره وما يكونش مخلطه كنخلطوا فيها نشويات، سكريات، بروتينات، السوائل، الحوامض، كلشي كيتخلط في مره واحده في ساعه الافطار. لا، دونك نفطروا شويه بشويه، وجبه صغيره تكون في الافطار قد اللي نفرق به الصيام ونستعد شويه القوه ونستعد شويه ديال الطاقه، نعطي شويه ديال الطاقه للجسم ونرتاح ونصلي ولا نعمل شي حاجه عادي تك نرجع نكمل الاكل ديالي. حاجه اخرى نحاول نعمل شويه ديال الرياضه، شويه ديال المشي، سواء قبل الاكل ولا مور الاكل. والنوعيه ديال الاكل اللي كناكل في رمضان يكون غني بالفوائد، نعطي الجسم ديالي الالياف، نعطيه البروتينات، ما نعطيهش النشويات، السكريات، هكذا ما كنستافدش من، ما كنقدرش الجسم يتخلص من داك الدهون، ما كيقدرش يتخلص من السموم. بالعكس، يلاه كنفطر كنعطيه، ما كنعطيهش فرصه فين يتخلص من داك المخزون اللي عنده. واللي تكون اغذيه غنيه بالالياف اللي كاينه خاصه في الخضر والفواكه، وشويه د ممارسه الرياضه. وما نساوش شرب السوائل، الماء كنساوه في رمضان، خصوصا دابا مابقاش كيجي رمضان في الصيف بحال اللي كان. كاين جوج انواع، يا اما واحد كيشرب كيفرق الصيام كيشرب 2-3 كيسان ديال الماء في مره فيها العطش، يا اما كاين اللي ما كيشربش مره. هادو هما الحالات اللي كنشوفوا، ما كنشوفوش الوسط. انا كنصح الواحد في فتره الافطار، يعني من المغرب حتى الفجر، يشرب على الاقل 1-2 لتر ديال الماء، وبطريقه تدريجيه، كل مره كاس شويه بشويه باش نستافد منهم. بالنسبه في رمضان كنشوفوا خصوصا الناس اللي كيعانيوا من الحجر في المراره، لا ليتياز دو لا فيزيكول بيليير، هادو الناس كتكثر المعاناه ديالهم في رمضان، ولكن ما كنصحوهمش يفطروا سوف اون كا دو بوسي، يعني الا كانت المراره كتحرقهم بزاف، ولا الا دخلوا في مرحله ديال كوليسيستيت، يعني تعفن ديال المراره ناقصه، خصهم يمشيو لوبيراسيون، يعني ما كيبقاش لا صيام لا والو. كذلك مرحله ديال المضاعفات ديال الحجر في المراره، كاين لا بونكرياتيت ايغو، التهاب ديال البنكرياس، هادو ما يقدروش يصوموا. سينون كاين الامراض ديال المعده بحال اليولسير،
غاستروديودينال. الناس اللي كتعاني من لولسير كتبان بزاف في رمضان، لان لولسير كيعطي الحريق الساعه اللي كتكون المعده خاويه. هاد الناس ما كيقدروش يصوموا، كيجي بالعكس كيقول لك انا فيا الحريق بزاف ما نقدرش نكمل النهار وتا كناكل عاد كنرتاح. دونك هادو حتى هما ما يقدروش يصوموا. دونك من الاحسن حتى يعالجوا لولسير عادي يستأنفوا الصيام ديالهم، لان هادو ايضا عندهم خطوره. الا كان لولسير وكتزيد تصوموا ولا غرافاسيون لولسير كتعطي لا قدر الله بيرفوراسيون، يعني كتعطي ثقب في المعده. النصيحه هو هذا الشهر هو فرصه تعبديه لله عز وجل، وكذلك فرصه لاراحه الجسم بصفه عامه واستعاده الصحه وتجديد الخلايا. دونك نحاولوا نستغلوها ونستفدوا منها مزيان، وغير نقيو الاكل، نختاروا النوعيه ديال الاكل. ماشي مهم تكون طبله كبيره وعامره بزاف، ولكن اللي مهم هي تكون غنيه، يعني يكون فيها الالياف، البروتينات وشويه ديال النشويات، ما يكونوش بزاف